مساء الفل. القطة دي شفتها نايمة في الشارع وكنت فاكرها تعبانة، وأول ما بسبست لها لقيتها قامت وكأنها مش مصدقة إن في حد بيكلمها، وجات لي بسرعة وكأنها بتقول لي خدني معاك. أنا اتبهدلت قوي في الشارع. رحت جبت لها أكل وشكلها كان جعانة قوي. واضح طبعا إن القطة دي كانت متربية في بيت واتسربت. القطط المتسربة او بمعنى ادق القطط اللي مغدور بيها مالين الشوارع الايام دي. ممكن الظروف صعبة بس هم ملهمش ذنب. ممكن تعودهم على اكل رخيص وبسيط او اي حل تاني، بس ما ترموهمش في الشارع. اللي عايز اقوله ان القطط دي ما بتعرفش تعيش في الشارع، لانها كانت عايشة في بيت ومتوفر لها اكل واهتمام ولعب، فلما بتترمى في الشارع بتتصدم وبتتعب نفسيا وبتكتئب، وما بتعرفش تاكل منين وتتعامل ازاي مع الناس والحيوانات اللي في الشارع. وده لانهم غير القطط اللي متربيين في الشارع اصلا، لان دي عيشتهم ومتعودين عليها. وحتى القطط اللي متربيين في الشارع محتاجين اهتمام ومساعدة برضه. القطة دي نزلت لها فيديو قبل كده وبنزله تاني يمكن يوصل لحد ويتراجع انه يسرب حيوان من عنده. مرة كنت ماشي في الشارع وشفت القطة دي وسط العربيات، رحت اشوفها عشان ابعدها عن العربيات، لقيتها مريضة وحاجة تقطع القلب، وطبعا واضح انها متربية في بيت واتكرشت، وللأسف برضه ما قدرتش اساعدها. اهم حاجة عايز اقولها في الفيديو ان اللي مش قد تربية كلب او قطة في البيت ارجوك ما تربيش، عشان لما بتربوهم وبيعيشوا مرفهين وبعدين تسربوهم بيتعبوا وبيتبهدلوا جدا، بيبقى كأنك جبت حد ما بيعرفش يعوم ورميته في البحر. وادي النتيجة قدامكم اهي. فارجوكم فكروا 1000 مرة قبل ما تربوا حيوان في البيت. ويا ريت نرحم ونفهم ان اللي مربي حيوان في البيت سواء كلب او قطة فانت مسؤول عن روح عندها احساس ومشاعر زيك بالظبط ويمكن اكتر، فيا ريت ما تغدرش بيها وتكرشها. انا طبعا مش قصدي اضايقكم. كفايه بقى يا اخي، انت ما بتحسش؟ يا ريتني ما سالتك. ونفك الفيديو بقى بالكلاب الحلوين دول. سلام.